بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. بناتي وأخواتي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صاحبة القصة النهاردة بتقول لي يا هدى: اللي يعيش ياما يشوف واللي يمشي يشوف أكتر. بتحكي وبتقول لي القصة بتاعتي بدأت من وأنا عمري 10 سنين. والدي عليه رحمة الله كان بيشتغل، احنا هنا ساكنين في القاهرة، والدي كان بيشتغل في مصنع من المصانع. وأنا عمري 10 سنين والدي توفى، وكان سايب لأمي 5 بنات. 5 بنات يعني شيلة كبيرة. طبعًا أمي بقت ست أرملة وصاحبة معاش. المبلغ بتاع المعاش كان بسيط. فجزاها الله خير، خالتي كانت في محافظة من وجه بحري. جوزها كان تاجر، فجت وعزت وقالت لأمي: ما تشيليش هم، كل شهر جوزي هيبعت لك مصروف ليكي ولبناتك يساعد مع المعاش. طبعًا عايزة أقول لكم من وأنا عمري 10 سنين لغاية ما بقى عمري 15 سنة كنت باشوف أمي كل يوم ترفع إيديها للسما وتدعي لخالتي ولجوز خالتي، تقول لي: يا بنتي دول صحاب معروف ودول صحاب فضل. لما كملت 15 سنة وخلصت المرحلة الإعدادية، لقيت خالتي جاية هي وجوزها وابنها. ابنها كان في آخر سنة في كلية الهندسة. أنا هخطب بنتك لابني. أنا لسه صغيرة يا ماما. ماما قالت لي: يا بنتي دي قراية فاتحة، وإيه، وابن خالتك خلاص هيخلص الكلية، وبعد ما يخلص الكلية جوز خالتي قال إن هو هيسافر يعني بعقد لدولة عربية، ولما خلص المرحلة الثانوية هنتجوز. ماشي. عايزة أقول لكم إن ابن خالتي دوت حتى لما جه يتقدم لي، أنا طبعا كنت صغيرة 15 سنة وهو شاب، بس عايزة أقول لكم كان قاعد ساكت، ما فيش أي حاجة تدل إن ده عريس، ولا كلمني وأنا كنت طفلة. ما حطيتش في دماغي وفرحت بالذهب اللي جابوه وقروا الفاتحة. مرت السنة اللي هي آخر سنة في كلية ابن خالتي وتوكل على الله سافر. قعد في الغربة 7 سنين. 7 سنين ما بعتليش جواب. قعد في الغربة 7 سنين. 7 سنين ما بعتليش جواب. كنت خلصت المرحلة الثانوية وكمان خلصت المرحلة الجامعية، خلصت كلية 4 سنين، وكنت بحب تخصصي جدا، واشتغلت وظهر الشخص المناسب. ابن خالتي 7 سنين غربة ما بعتليش جواب. الكلام ده قصتي من سنين طويلة. كان وقتها مفيش نت، وكان المفروض العريس لما يكون خاطب عروسة أو يكون متجوز كان يبعت جوابات لعروسته. عايزة أقول لكم إنه في خلال ال7 سنين لا اتصل على التليفون الأرضي مكالمة ولا بعت جواب. كنت أما أقعد أتكلم مع والدتي تقول لي: عادي، خالتك مربياه، ويتصل يتصل، ما يتصلش ما يتصلش. لكن لما ظهر الشخص اللي أنا حسيت ناحيته بمشاعر، جيت وقلت لوالدتي: أنا الحمد لله بتقي ربنا في نفسي قبل ما هتقي ربنا في ابن خالتي. قلت لوالدتي: أنا ما بحبش الغش، وأنا دلوقتي مشاعري اتحركت من ناحية واحد من زمايلي وعايز يجي يتقدم لي. والدتي زعقت وقالت لي: إزاي أنت مخطوبة؟ طب فين خطيبي؟ خطيبك مسافر. في الفترة دي والدتي اتصلت بخالتي وحكت لها بعض التفاصيل، فخالتي اتصلت عليه وفعلا جه اجازة وقالوا خلاص هيتمموا الجوازة. جوازة ايه؟ جوازة ايه؟ قالوا احنا خلاص كده ايه، نجيب العفش ونتمم الجوازة. لما جبنا خالتي حكيت له كل حاجة بالتفصيل. قلت له: انا شايفاك اخويا والامر واحد اتنين تلاتة. بص لي واتعصب عليا وقال لي: هتجوزك، ولو هتجوزك واطلقك هتجوزك. انا استغربت: ازاي انت راجل شاب المفروض ما تقبلش على نفسك حاجه زي كده؟ المهم، كنت كل يوم والدتي تدخل عليا اوضتي تلاقيني بعيط فرضا مصليه وبصلي وبعيط وبشتكي لله. والدتي تقول لي: هدي نفسك ويا بنتي ما تعرفيش خدي ابن خالتك طيب وعارفينه وما تعرفيش الغريب ده فيه ايه. استسلمت وسلمت امري لله واتجوزت. يوم الفرح عدى الفرح بكل تفاصيله، ولما دخلت شقتي أنا وزوجي فوجئت إن هو المفروض ما كانش يتجوز. بعدها بكام يوم رحنا للدكتور. الدكتور بص لخالتي وقال: ابنك عنده عيب خلقي. طب هو ملوش علاج؟ الدكتور قال: لا ملوش علاج. لما رجعنا أكن طوق النجاة جالي تاني وتجدد الأمل معايا تاني. فجيت بقول لوالدتي، والدتي بتقول: المعروف والفضل. قلت لها: المعروف والفضل ليه؟ المعروف والفضل ملوش حياة
حياة بني آدمة تنتهي مع واحد حتى مش حاسة ناحيته بمشاعر. يعني عايزة إيه؟ قلت لها أنا هرجع معاكي. ترجعي فين؟ قلت لها اقعدي معايا شهر الجواز. ورجعت وقلنا لخالتي زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. وفعلا خالتي قالت لها خلاص تتطلق، وفعلا رجعت واتطلقت. مع آخر يوم من العدة جه زميلي وتقدم لي، وبعدها بشهر اتجوزت. اللهم لك الحمد ولك الشكر. شخص طيب محترم بيحبني بيقدرني. احنا بقالنا سنين كتير الحمد لله والشكر لله متجوزين، بحمد ربنا كل يوم عليه.